حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف في زماننا. سبحان الله. أشهر من رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله. قال ابن ماجه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر قال. عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني، صحابي ابن صحابي. قال ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين. مين اللي بيتكلم؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. طب الأمر الثاني: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي المجاعات، وشدة المؤونة، غلاء المعيشة، وجور السلطان عليهم. وكلها أمور متحققة بسبب إيه؟ النقص في المكيال والميزان. طيب الأمر الثالث: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، الزكاة الواجبة اللي هي 2.5%. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. طيب والأمر الرابع: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. لما ننقض عهد الله اللي هو بالعبودية وعهد النبي اللي هو بالاتباع، يحصل إيه؟ ربنا يسلط علينا عدو من غيرنا مش مننا، فأخذوا بعض ما في أيديهم. والأمر الخامس اللي هو الأخير: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة هنا الحكام والقضاة والعلماء، وكل من له ولاية على أحد من المسلمين. أي حد في أي مكان مسؤول منه ناس، لابد أن يقيم هذه المسؤولية بكتاب الله وياخد الخير. إذا خير بين منفعتين اختار الأعلى، وإذا خير بين مفسدتين اختار الأدنى. هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويتخيروا. لما ما يحكموش بكتاب الله عز وجل، ربنا يرتب على كده العداوات اللي بين المسلمين شعوبا وحكومات. فربنا يعافينا ويسلمنا.